وسؤالها تقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أرسم للأطفال رسمات مثل الحيوانات وطيور، يعني لذوات الأرواح في كراساتهم، يأتوني في منزل وأرسل لهم. للآن معلمتهم طلبت منهم رسم حيوانات أو طيور أو رسم بنات وأولاد بخصوص الدرس. الدرس مثلا يتحدث عن الدجاجة، تطلب منهم معلمة رسم دجاجة يأتوني بها وأنا أرسم لهم. هل هذا فيه شيء أم لا؟ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء أن الممنوع هو تصوير ما له روح، ما ينفخ فيه الروح. وأما ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسماء والسحاب وغير ذلك فهذا لا يدخل في هذا الحديث، وهو جائز باتفاق الفقهاء. اختلافهم في ذوات الأرواح، ومبنى هذا مثل هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة أو فليخلقوا حبة. هكذا جاءت الروايات في صحيح الإمام مسلم وفي البخاري وفي غيرهما. وفي الحديث النبوي أيضا الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا كله يرتبط في ماذا؟ في ذوات الأرواح، ما له روح، يعني زي الحيوانات أكرمكم الله، زي الإنسان، كل ما له روح دخل في هذه الأحاديث. لكن كيفية الدخول كيف كانت؟ هل الدخول في ذوات الأرواح التي خلقها الله عز وجل هكذا مجسمة لها ظل، أو أن هذا يعم حتى ما كان مرسوما ومنقوشا ومنحوتا على جدار؟ يعني لو رسم إنسان حيوان على جدار، أو نقشه على قماش، أو رسمه على ورقة، أو صنع تمثالا، نحت تمثالا هكذا كاملا لذوي الأرواح، الجمهور وعموم أهل العلم على أن المراد بهذه الأحاديث ابتداء إنما هو التماثيل التي لها ظل. التماثيل التي لها ظل هذه مقصودة ابتداء. نعود للإجابة عن السؤال الذي ورد، سؤال عبق الزهور، لأننا لم نستكمله، وهي تسأل عن حكم رسمها للطلبة أو لمن يدرسون عندها أو لأبنائها أو حتى لنفسها، أن ترسم شيئا من ذوات الأرواح، يعني زي الطيور، زي ذوات الأربع، زي الإنسان. هل يجوز لها هذا أم لا؟ وكنت قد ذكرت أن المسألة مرتبطة بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه، ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه، ومنها ما هو متفق عليه. ومن تلك الأحاديث ما استنبط منها تلك الأحكام. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي رواية أخرى: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليس بنافخ. فهم من هذه الأحاديث أن المقصود ما فيه روح، لأن الشجر والحجر والسماء والجبل والبحر هذه ليست من ذوات الأرواح، وهي متفق على رسمها، وكل هذه الأشياء جائزة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. لكن هذه الأحاديث تدل على أن المراد بالنهي هو ما له روح، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، والإحياء يعني نفخ الروح، ويقال له انفخ وليس بنافخ. وهذا يتفق مع قول الله عز وجل في سورة الحجر عندما قال سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النفخ يعني الإحياء، والإنسان بالطبيعي أنه ليس قادر على الإحياء وعلى الخلق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى ولا شريك له في هذا سبحانه. فهذه الأحاديث تدل على أن ما له صورة، ما له روح، حرام تصويره. لكن ما المراد بالتصوير؟ من صور صورة كلف أن ينفخ فيها يوم القيامة،
أشد الناس عذابا المصورون. في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرا. ما المراد؟ هل المراد أن ينحتها على جدار، أو أن يرسمها على ورقة، أو أن ينقشها على ثوب، أو أن ينحتها كتمثال مجسم؟ بالاتفاق عند العلماء أن المراد الأساس والأول هو المجسمات، الذي يقول له الفقهاء في كتبهم ما له ظل. حرم رسم ذوات الأرواح مما له ظل. بما له ظل يعني مجسم، إذا وضعته في الشمس وأصابته الشمس أحدث ظلا خلفه، وهذا يعني أنه مكون في هيئة حيوان أو في هيئة إنسان كالذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا متفق على النهي في هذه الخصوص، في هذه الصورة، وهو حرام إذا كان مجسما. لكن في هذا المجسم نفسه حصل الخلاف بين الفقهاء، هل إذا قطع الرأس، يعني صور صورة حيوان إلا رأس، صنع تمثالا لحيوان دون رأس، أو صنع رأس تمثال لرأس حيوان فقط، هل هذا جائز أم أنه تابع للحديث؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس تابعا للحديث، بل جاء في رواية عبد الله بن عباس أو في المروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويدعم هذا الفهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل استأخر عليه ولم يدخل، لم يدخل إلى حجرته، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يصير كالشجرة، ومر بالجرو فليخرج. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جروا في حجرته لأحد الأحفاد، وأيضا أمر بالتمثال فقطع رأسه. فهذا في المجسم. أما الرسم على الورق، النحت على الجدار، النقش على الثوب، فهو مكروه وليس حراما. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والمسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا وكبيرا جدا، لكن أخف هذه المذاهب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو مذهب المالكية. واستدلوا على هذا بأشياء منها الأحاديث التي سبق ذكرها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو يقال انفخ من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وهذا لا يكون إلا لما له جسم وليس مرسوما على ورقة. مع حديث سهل بن حنيف عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وذكر إلا رقما في ثوب. فإذا كانت هذه الرسومات على الأوراق ممتهنة مبتذلة فهو جائز، وأما إن كانت غير ممتهنة أو غير مبتذلة فهي مكروهة وليست حراما. الحرام هو ما كان لذوات الأرواح الكاملة مما يمكن أن تحله الحياة، يعني لو فيه عين وفيه أذن وفيه أنف وفيه فم والجسد كامل متكامل بحيث ما ينقص إلا نفخ الروح، هذا حرام صنعه، وهو الذي جاء فيه الحديث: من صور صورة يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وفي الحديث يقال لهم: أشد الناس عذابا المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا لا يحمل إلا على هذه المذكورات. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى الحرمة في كل حال، إلا ما كان ممتهنا موطوءا بالأرجل متكئا عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الستارة التي عليها صور، وقال: إنها ألهتني آنفا فأمر بها فقطعت، وجعل له منها وسائد يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم، مما يدل على الامتهان. هذا السؤال والجواب عليه يبين أن الأمر في مثل هذه المسائل الكراهة، إلا إذا احتاج الإنسان، الكراهة إذا دخلتها الحاجة زالت الكراهة وصارت جائزة، لكن لا يفتح الباب هكذا كل من شاء أن يرسم كما يعجبه وكما يهوى. دون الكراهة هي حكم شرعي، لم تذكر أن الأمر مستحب ولا أنه مباح هكذا، وإنما يكره
إلا إذا داخلت الحاجة، كما لو رسموا ليبينوا للطفل أن هذه أفعى يمكن أن تلدغه فيحذر منها، وهذه عقرب يبتعد عنها حتى لا تلدغه، وهكذا.